وكل واحد عايز يعمل راجل يتمحك في المصريين. طلع علينا الأخ اللي اسمه الرئيس الجزائري اللي اسمه تبولة، طلع يقول للمصريين بس انتوا لو تفتحوا لنا الحدود في خطبة كده كبيرة قدام شعبه أو قدام الناس اللي هو بيدعوهم للانتخابات، لو المصريين بس فتحوا لنا الحدود كده في غزة ان شاء الله باذن الله هنبعت بقى جيشنا وهنعمل حوارات كبيره ومخيمات والقصه والروايه. ليه يا اخ تبوله؟ وانت حضرتك ما تعرفش ان الطريق الى غزه هو نفس الطريق الى فلسطين؟ يعني انت عندك طريق بحري تقدر ان انت تتمشى كده بيه بالاسطول العره اللي عندك، تمام، لو كنت تقدر تواجه الكيان، لكن انت كذاب. الحاجه التانيه، بدل ما تتكلم على مصر والمصريين، شوف ارضك اللي انت مش عارف تحل مشاكلك لحد الان مع المغاربة، تمام، بس هو بس جعجعة فاضية وكلام فاضي. والحاجة الاخيرة، اللي بيتكلم وبيقول احنا هنفضل مع الشعب الفلسطيني، بدل الجعجعة الكتيرة قوي والكلام اللي ملوش اي لازمة، ما كنتش بعت شحنات غاز للكيان من عندك لعندهم؟ بص، مش هقدر اقول لك غير حاجة واحدة بس، انت زيك زي كل العرب ولا ليكم اي 30 لازمة، ومصر هي الوحيدة اللي محافظة على القضية لحد اللحظة دي. وبعدين ما هو في برضو الاردن يا استاذ تبولة، ما طلبتش الاردن ليه؟ ولا هي القصة في غزة؟ لا، هي القصة مش في غزة، هي القصة اسمها فلسطين اللي مصر واقفة لوحديها محافظة عليها بدل ما القضية كلها تتمحي. لكن قولولي انتوا عملتوا ايه او بتعملوا ايه؟ فبدل ما تغازل الناخبين اللي هم اللي انت بتطالبهم ينتخبوك تاني لفترة جديدة، يا ريت تراجع نفسك، لان انت طلعت راجل فعلا عندك زهايمر. ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. ربنا يحفظ مصر ويحميها ويبعد عنها كيد الاعداء. السلام عليكم. رئيس الجزائر طلع من شويه بيحلف بالله ان لولا مصر او لولا الحدود المصريه او المصريين فتحوا الحدود المصريه للجيش الجزائري كان الجيش الجزائري دخل حرر القدس. قبل اي شيء انا عايز اقول لكم الانتخابات الجزائريه قربت، وحاليا ده بقى اسلوب حكام بعض الدول اللي بيتاجر بالقضيه عشان خاطر يكسب بعض الاصوات عندهم. بس انا هرد واقول له حاجه بسيطه جدا، وهرد على كل واحد بيردد نفس الكلام بتاعه. انت دلوقتي عندك 4 حدود لاسرائيل، الحدود المصريه، الحدود السوريه، الحدود اللبنانيه، والحدود الاردنيه. لو انت قعدت فكرت فيها كده هتلاقي ان اقوى حدود مؤمنه هي الحدود المصريه. يا باشا اعتبرنا ان احنا مش عايزين نحرر ولا عايزين نعمل ولا عايزين نتدخل، اعتبرنا يا باشا زي ما انت متخيل، واعتبرنا اوحش ناس في الدنيا. ما انت عندك 3 حدود تانية ممكن تخش منها. عندك الحدود السوريه، لو دخلت هيقول لك يا باشا اتشرف وتنور وتفضل. عندك الحدود اللبنانيه هيقول لك نفس القصه، وقالها لكم حسني مبارك زمان، تعالى يا باشا خش وانا افتح لك الحدود لو تقدر تعمل حاجه. فلو عايز تعمل ذكر وبطل ما تعملش ذكر وبطل على حساب غيرك. عندك يا باشا 3 حدود تانيين تقدر تخش وتعمل اللي انت عايزه. عندك قوات بحريه تقدر تخش من ميناء غزه او من حدود غزه البحريه. هات مراكبك يا باشا وهات الاسطول بتاعك وعدي. لما تكون انت عندك اسطول بحري قوي وبتقول اصل الحدود المصريه هي العائق قدامك، طب ما انت عندك حدود يا باشا غزه، في بحر هناك ممكن تخش منه، البحر المتوسط عادي ممكن تخش. لا وبعدها بتقول احنا هنخش ونساعد وهنعمل مستشفيات والكلام ده كله. هي الجزائر بعتت ايه من المساعدات؟ يعني لو انت دخلت عملت سيرش كده بالمساعدات اللي مصر بعتتها مقارنه بالمساعدات اللي الجزائر بعتتها، فالجزائر بعتت 104 طن لغزه. 104 طن مساعدات لغزه. مصر بعتت 200,000 طن لغزه. انت متخيل 104 قصاد 200,000؟ فانت بتزايد على ايه لما تبعت انت 104 طن مساعدات وبتزايد على اللي بعت 200,000 طن مساعدات؟ وعايز اقول لك ان لو الاداره المصريه مش اداره حكيمه كانت خدت موقف دبلوماسي منك. طول عمر الجزائر ومصر الاثنين شعب واحد يوقفوا مع بعض في اعز الظروف الصعبه ما بينهم. فكلامي ده كله ملوش علاقه بالجزائريين نهائيا، انا كلامي كله موجه للرئيس الجزائري. فبعد اذنك لو انت عايز تكسب بعض الاصوات عشان داخل على الانتخابات فما يكونش على قفانا. الشعب المصري بلبله كبيره، بلبله العالم كله يشوف الرئيس عبد المجيد تبوني ينتهز الفرصه للترشح للعهده الثانيه ويكذب على الشعب تاعو ويقول افتح غزه. المهم الرئيس تاعي نفتخر بيه انه قالها. انا اليوم نتحدى السيسي الخائن الاعظم للرئيس الراحل البطل مرسي. نتحدى الرئيس تاعكم انه يقولها بس ما تدخلش لغزه، لانه احنا نعرفوا ما تدخلوش. احنا نعرفوا انكم ما تدخلوش وما تنجموش تتجرؤوا اصلا تطلعوا وتتكلموا امام العالم وتتحدوا اسرائيل. اسرائيل هي اللي مربيتكم،
اسرائيل هي اللي مخليتكم نساء في بيوتكم. نتحداكم تطلعوا تقولوا كلمه برك مثل ما قالها عبد المجيد تبون سيشهد لها التاريخ، ومثل ما قالها الراحل صدام. وتحياتي